السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة القرص الفلاحي الطرية. تنفع للسحور أو الفطار أو اللانش بوكس، وكمان تنفع ما بين الوجبات. وهقولك ازاي تفضل معاكي طرية وطريقة التسوية الصحيحة. نبتدي كده بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا بنات هنعمل تيست للخميرة. معايا نص كوباية من المية الدافية، وكمان معلقة كبيرة ونص من الخميرة، و3 معالق كبار من السكر. وهبتدي اقلبها كده واركنها على جنب عشان اشوف التفاعل بتاع الخميرة، عشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي تمام. معايا كيلو من الدقيق منخول. كيلو الدقيق 8 كوبايات بالكوب اللي هو بتاع الشاي المتوفر عندنا كلنا. معايا نص معلقة من الملح او رشة ملح، وكمان معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معايا ينسون ومعلقة من ينسون ومعلقة كبيرة من السمسم. عايزة تحمصيهم براحتك. بصوا يا بنات، هبتدي اضيف كوباية من السمنة السايحة، وهبتدي كده ابسها. اقلب كده بالمعلقة الاول وبعد كده ابتدي ابسها. انا عايزة الخطوة دي اهم حاجة علشان تضمن لي نجاح القرص بتاعتي. هبتدي كده مش بعجنها، لا انا ببسها، عايزاها زي الرملة المبلولة تتشرب المادة الدهنية بتاعتي السمنة. ممكن اعملها بزبدة، ممكن اعملها بزبدة، بس تكون الزبدة ما فيهاش نسبة مية كتير علشان ما تنشفلكيش القرص بتاعتك. تمام. ممكن اعملها بزيت، بس اعمليها بزيت، بس لو يفضل ان انت كمان تعملي يعني تضيفي فيها سمنة، عشان السمنة هي اللي بتطريها. تمام كده انا خلصت. بسيت العجين بتاعي بالسمنة، وكمان حطيت عليها معلقة من الزيت. انا كده لقيت ان الخميرة بتاعتي يا بنات تمام ناجحة وزي الفل. قلبتها مع العجين وحطيت كوباية من الزبادي، كوباية من الزبادي اللي هي العلبة يعني بتاعت الزبادي العادية. وكمان هكمل عجن بالحليب او اللبن. طبعا انت ممكن تعجني بلبن بس او حليب بس او زبادي بس او لبن رايب او لبن قاطع، المتوفر عندك اعجني بيه. تمام. بس طبعا الزبادي او اللبن الرايب بيدي طعم وبيودي القرص في حتة تانية خالص. هبتدي اعجن كده، اعجن كويس، ما لمش العجينة وخلاص، لا. انا عايزة العجينة بتاعتي تبقى طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش. انا عايزاها طرية وما بتلزقش. عجنت فيها يا بنات حوالي 10 دقايق. تمام، علشان تضمني نجاح القرص بتاعتك. شايفين طبعا الاجزاء اللي باينه غامقه في العجينه دي يا بنات من اليانسون. طبعا انا اي قرص لازم اعملها باليانسون. هسيبها ساعه متغطيه في مكان دافي. شايفين طبعا العجينه بتاعتي ناجحه جدا. اهو هبتدي اقسمها كده على جزئين، وابتدي اقسم اول جزء بالكور بتاعتي. طبعا انتي بتتحكمي في السمك بتاع حجم القرصة بتاعك. عايزة القرص صغيرة تعملي كمية اكبر براحتك، عايزة القرص وسط او اكبر برضو ده يرجع لذوقك الشخصي. انا بعمل كده زي ما انتم شايفين يعني ايه 3 صوابع اللي في النص كده وبقيس بيهم. تمام. انا عايزة القرص وسط، يعني لا منها كبيرة قوي ولا منها صغيرة قوي. هعملها كده بحجم البرتقانة، يعني اقل من البرتقانة البلدي الصغننة. واعرف انا حطيت اول قرصة فين علشان ارجع ابتدي بيها يا بنات. تمام. هبتدي اقلبها كده او اقطعها كده. بصوا بقى، الجوانب اللي هي اللي على اليمين وعلى الشمال طبعا طبيعي بتبقى اصغر في الحجم من اللي في النص. طبعا شايفين اللي في النص طبعا ما ينفعش ان انا اعملها كل دي قرصة يعني. فقسمتها كده بالتساوي، وهبتدي اقطع كده واقرصها كده واخلصهم كلهم ونرجع. عملوا معايا بنات حوالي اكتر من 35 واحدة تقريبا، انا ما عدتش يعني بالنظر كده. شايفين؟ هبتدي بقى باول واحدة خالص عملتها بس بعد 10 دقايق. هستنى 10 دقايق كده. بصوا تحس انها عليت شوية او ارتاحت شوية. انا ما بخمرهاش، انا بريحها عشان تريحني في الفرد بعد كده. شايفين يا بنات؟ هبتدي كده بايدي، ما رفعهاش قوي وما تخنهاش قوي. بصوا شايفين السمك بتاعها عامل ازاي اهو. لما اجي ابططها يا بنات ابططها واحده واحده من النص ومن الاطراف، ما بتبقاش حته عاليه وحته نازله لتحت. هعمل واحده كمان معاكم اهو، تبقى كلها كده حجم واحد ومقاس واحد. حطيتها في صينيه مدهونه بزيت بسيط جدا اهو، وراعي المسافات يا بنات. تمام.
عملت بقى الكمية بتاعتي كلها وهركنها حوالي نص ساعة. انا عايزاها ترتاح كمان علشان تديني النتيجة اللي انا عايزاها. هسيبها كده متغطية، وكمان لسه في حاجات لسه ما عملناهاش او قرص لسه ما عملناهاش. هسيبها متغطية نص ساعة وارجع تاني. هرجع تاني يا بنات بعد نص ساعة. شايفين شكل العجين نفسه عامل ازاي بعد النص ساعة؟ اهو. طبعا فراغات ابتدت تتملى لانه ارتاح بزيادة، يعني ارتاح كويس جدا في النص ساعة دي. انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. عارفين مش هحط على الصاجة على طول تحت، لا، الرف اللي فوق الصاجة مباشرة هحط عليه. وتابع طبعا يا بنات من تحت، اول ما تاخد لون من تحت هديها لون في الشواية كده، وخلي بالك لانه بياخد لون بسرعة جدا. شايفين طبعا سخنة. اول ما بتطلع معايا المقطع ده اتمسح مني للأسف. هرشه كده برشة مية بالبخاخة، حاجة بسيطة، واغطيها بفوطة ناشفة تماما. تمام. وبعد كده اغطيها، واول ما تبرد تماما يا بنات هبتدي احطها في اكياس واشيلها في الفريزر. اطلعها احطها على الرخامة، او يعني نص ساعة كده هتلاقيها فكت مع نفسها، او تحطيها في صينية في الفرن برضو هتبقى زي الفل. شايفين عاملة ازاي وجميلة ازاي؟ اتمنى تعجبك، ومتنسيش اللايك والشير، والسلام عليكم.